السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نهار كبير هذا توحشناكم. مده ما درناش لكم فيديو. صراحه ما كنتش مسالي مع الخدمه، مع التعب ديال العمل. كنجي صافي، كنجي عيان. ما صافي كنمشي اوتوماتيكمون ندوش ناكل اللي قسم الله، نشعل التلفازه ندير شي فيديو نتفرج فيه ولا شي فيلم. صافي كنغيب كنعس. ولكن كنشوف بان المهم دابا نتوما وليتو عائله ديالي، خصني ضروري ندخل عندكم، ضروري نزوركم وتزوروني تبقى ديك صله الربط بيناتنا تبقى مستمره، داك الوليان يبقى بيناتنا. هاد لا فيديو هادي اللي غادي نحط انا، واخا ما كنت باغي نهضر في هذا الموضوع، حتى القناه ديالي دائما بعيده على السياسه، ما كنبغيش نهضر على السياسه، دابا نعطيها الثقه. ولكن الحوايج كنشوفهم دابا مؤخرا وكلشي كيهضر عليهم، راكم كتشوفوا كلشي كيهضر عليهم، صراحه كيضروني في قلبي. قبل ما تنوض هاد الضجه هادي وهاد الاضرابات وهاد الاعتصامات، راه ممكن ما كتخفاش عليكم القضيه ديال الصحه. دونك كاين مشاكل. قبل ما تنوض هاد الضجه وهاد المظاهرات، كنت عرفت هاد الزوبعه غتنوض ملي شد داك المستشفى الحسن الثاني في اكادير. كيموتوا فيه الناس بزاف، كيسميوه مستشفى الموت. وكيما صرحوا بزاف ديال المواطنين، قال لك عيب وعار انكم تنسبوا الاسم ديال داك الملك الطاهر لهذاك المستشفى، حيت الملك اللي داروا الله يرحمه في هذا النهار ما داروا باش يعالج به المواطنين. يعني ما عمره هو ما كان تيظن في راسو انه غيتحط داك السبيطار وغادي يولي عامر بالازبال الحجاكم وعامر بالقطوط وبالكلاب والاطباء ما كاينينش. وفي الاخر كيدخل وزير الصحه ملي شاف الزوبعه ناضت وجا قال لهم قلت مدير المستشفى. الوغ كو خرج واحد الصحفي بلا ما نذكر الاسم ديالو، راه تبارك الله سي اون بيرسون كومبيتونت، ان جورناليست تري كومبيتون. ونفى قال لكم بدا انا داك المدير داك المستشفى الحسن الثاني في اكادير ما كانش عنده مدير. دونك هو كذب، قال انا عفيتو. دونك شنو عفيتي؟ موظف شبح. هذا هو المشكل اللي كاين عندنا في المغرب. هو عندنا لي زانكومبيتون هما اللي كيسيروا المؤسسات. كتلقى اون بيرسون انكومبيتونت كتسير مؤسسه. وهادشي كاين، هادشي كنعيشوه حنا في لي بوست اللي كنعيشوهم حنا في الخدامي ديالنا، كنشوفوا هادشي كامل. يعني شنقول لكم، شي حوايج ما مفهومينش. يعني لي بيرسون كومبيتونت اللي عندهم لي كومبيتونس ما تعطيهمش دوك لي بوست. مثلا كنت عطى البوست ديال وزير الصحه شي على الاقل يكون طبيب، يكون فايت كان طبيب ودخل لعالم السياسه وتعطيه داك البوست. يعني خاص حبذا لو يكون وزير الصحه يكون ديجا دكتور سابقا، يكون كيفهم في المجال ديالو، في الاختصاص ديالو، يعني غيعطي في الدومين ديالو. ولكن للاسف هذا الموضوع، هذا الدومين ديال هاد لي بوست دو ريسبونسابيلتي ما كيتعطاوش للناس اللي عندهم لي كومبيتونس للاسف. دونك محبذا لو ان لي بون بوست يتعطاو لي بون بيرسون في اي دومين، في اي مجال. هذا من جهه. من جهه ثانيه التعليم عندنا في المغرب ناقص بزاف، ناقص لواحد الدرجه ما كتصورش. فعلا دابا الناس اللي عندهم لي مويان فينونسيي، اللي عندهم المواد، المهم عندهم الامكانيات الماديه، راكم عارفين اوتوماتيكمون كيديو ولادهم يقريوهم في لي زيكول بريفي. اما اللي مسكين ما فحالوش راه تيقري ولادو في مدرسه الحكومه. راكم عارفين النيفو ديال مدرسه الحكومه شنو كتخرج. ايام شحال هادي كانت مدرسه الحكومه كانت ليها هم وشان. وانا كنعقل على والدي كانوا كيعاودوا لي على الناس اللي كانوا قبل مني انا، كانوا كيضويو بالشمعه وطلعوا تبارك الله مهندسين واطباء وديكادر. ايوا دابا سير ضوي على الشمعه وتسنى غطلع كادر، طلع كادر ديال الباب. ما تعولش حبيبي، ما قريتيش في ايكول بريفي ما غطلعش. انا كنت مجتهد، كنت قراي في صغري وقريت في ايكول ديال الدوله باش ما نكذبش، وخدمت 10 سنين في الدرك الملكي بلا بيستون. والله العظيم الا دخلت بلا بيستون راه في واحد الفيديو ديالي سابق راه كتبت على هضرت على راسي وهضرت على الدرك الملكي، حيت بزاف كلشي تيقول لك بالبيستون. قلت لكم تجربتي الرائعه، العنوان ديال لا فيديو تجربتي الرائعه مع الدرك الملكي. دخلت بلا بيستون وتعلمت بزاف د الحوايج. دونك ماشي ديما تيكون البيستون، اي البيستون كيكون، ولكن انا كنهضر على راسي دخلت بلا بيستون والله العظيم. و وفاش خرجت ابري 10 دون سيرفيس خدمت في الدومين ديال لوفشورينغ، الدومين ديال لي سونتر دابيل من 2007 فاش خرجت حتى لدابا. والحمد لله الصالير ديالي كان تخلص احسن من الصالير ديال الدرك الملكي بعض المرات بجوج مرات. يعني الحمد لله، هذا من فضل ربي. ملي كتكون مرضي الوالدين ما تخافش، الله سبحانه وتعالى تيكون معك وكيسهل لك الطريق، كيصيفط لك، كيسخر لك العباد ديالو باش كيوريوك الطريق الى اخره. ولكن لقيت واحد الصعوبات، حيت انا قريت في ايكول ديال الدوله وكنت كنظن في قرارة نفسي، حيت كنت نكون ديما كنت كلاس انا الاول في القسم. بالنسبه للغه الفرنسيه كانت كلاس انا الاول على صحابي. كنقول بون فوالا انا هو الواعر في الفرنسي، زعما انا هو اللي حاكمه. ولكن ملي دخلت في الدومين ديال لي سونط دابيل وتلاقيت مع دراري اللي قراو في زيكول بريفي ودراري اللي كانوا عايشين في فرنسا وتلاقيت مع كوا، الاصطدام الاول لقيت راسي انني ما كنميتريزيش مخارج الحروف.
يعني لي فوايال ماشي لي كونسون راه ساهلين، مي لي فوايال ديك اي اكسون عرفتي هادوك ما كنتش نخرجهم مضبوطين. بحال واحد الديريكتور الله يذكرو بخير راه مشى مابقاش خدام هنا، مشى لكازا، واحد الديريكتور ديال البروجي ديالنا. كنت واحد المره يلاه باقي داخل جديد، وهضرت معايا لا سكرتير ثاني الباترون ديال الكونطرا، وقال لي انا غنصيفطو. مشى خرج يتغداونا باش نوصل لوبجيكتيف. قلت لا سكرتير فين هو الباترون؟ قالت لي لي بارتي بور مونجي، ولكن الكونطرا ديالك البون كوموند الي سيني. قلت لها صافي صيفطيه ليا، دونك هو سناه الي سيني طومبوني، دونك صيفطيه ليا باغ ميل. قالت لي نو سينو جو سري فيغي. انا سمعت ديك الكلمه فيغي، وهي داك الديريكتور الله يذكرو بخير قال لي شنو قالت لك وانا نقول لها على نيتي. قالت لي جو سوري فيغي. قال لي اش من فيغي، اش من فيغي، تنقولوا فيغي. الفرونسي كتبغي شويه العياقه، خصك تكون ضابط المخارج الحروف. حيت انا الاستاذ اللي كان تيقريني كان تينطقها هكا عوجه، تعلمتها منه. حنا كانت انسبيرو من الاساتذه ديالنا. استاذ غلطها لك غلط في لا برونونسياسيون، اوتوماتيكمون انت كتبعو بحال بيغوكي، كتانسبيرا منه، كدير كتكوبي لو ميم موديل، كوبي كولي، كتصدق انت كطيح في نفس الخطا ديالو. دونك هذا هو الخطا اللي كان كيطيحوا فيه ولاد الشعب. كيكونوا اساتذه ما في يدهمش، ما عندهمش لي كومبيتونس، تيخرجوا على جيل كامل كيطلع عوج في اللغات. عاد خلي لي ماتيماتيك، خلي الفيزيك، خلي الجغرافيا. انا كدرت لكم غير واحد الدومين اللي انا خدام به، كناكل به طرف الخبز، اللي هو اللغه الفرنسيه، اللي الحمد لله هي باش كنصور طريف الخبز. دونك بديت تنبذل واحد المجهود كبير. قلت ميرد ديزولي بور لو تيرم، قلت انا هادشي كامل اللي تعلمته واخا كتهضري فرونسي، المهم الحمد لله كنكتبها مزيان، جيتي فور او نيفو دو لا ريداكسيون في الكتابه، ولكن في لا برونونسياسيون ولا ليكسبرسيون اورال كنت شويه ناقص. وعاد اضطريت نعاود الباكاج ديالي كامل، وتنتفرج في فرونس 1 فرونس 2 فرونس 3 لا 1 لا 2 لا 3 مون تي في 5 اكسترا ديكسيونير، ونبقى نتفرج ونعاود نخدم الفوكابولير، نعاود نخدم لا برونونسياسيون ديالي، نعاود نخدم بزاف. يعني التعليم عندنا في المغرب طايح بزاف، الصحه طايحه بزاف. دابا هاد السياسه ديال الدوله شنو كيديروا؟ انك الا مشيتي للسبيطار ديال الدوله اوتوماتيكمون راه غادي تموت، ما يحيدهاش لك الطبيب. دونك خص يكون عندك فلوس الاموال باش تمشي للكلينيك. دونك هاد وزير الصحه او الاتباع ديالو تي امبوزيو على المواطن انه الا مرض عالي يمشي يتسلف ويتكلف. كاين وفاه سلف، كاين الابناك يمشي يتسلف ويتكلف ويمشي للكلينيك ويحط الفلوس ويديروا ليه لوبيراسيون. هذوك تبارك الله ديال لا كلينيك، هادو كيديروا ليه الجراحه. الا كانت اوبيراسيون كدير مليون غايقول لك جبت المليون 3 المليون، خرجت لك البيلانتي، غتجبد هادي، غتجبد ليكوغرافي، غتجبد لانابات، غتجبد الاناليز فلانيه، غادي يفرعوه بالمصاريف. يعني الا ما عندكش فلوس غير سير لا سيميتير، سير المقبره ودفن راسك. وانا المشكل اللي جبت معكم هذا الفيديو، واخا ما كنتش باغي نهضر، انا ما كنبغيش نهضر في السياسه، في بزاف مواقع التواصل الاجتماعي وفي دوك الجرائد الالكترونيه كنشوف المواطنين خارجين في مظاهرات سلميه وكيتقمعوا كياكلوا العصا. ما فهمتش راه مظاهره سلميه بغاو يعبروا، كيقولوا بغينا حق من الحقوق ديالنا. كاين جهات بحال الجزائر كيستغلوا هاد الشيء اللي طاري وكينوضوا الزوبعه وهذا، ويقولوا ما بغيناش كاس العالم، بغينا الصحه. كاين بزاف ديال الجهات المعاديه اللي كيتسناو وكيتربصوا بينا. ولكن واحد لو كوتي وي انا جو سوي داكور، ولكن في واحد لوطر كوتي راه الصحه اهم من كاس العالم، راه التعليم اهم من كاس العالم. ماشي يقول لك خاصو العكار كيقول ليه ما بقيتش عاقل لها، خاصك العريان خصني الخاتمه مولاي، ولا ما عرفتش كيقول ليه دار العكار فوق الخنونه. ما ديزولي بوغ هاد لي تيرم لي زيكسبرسيون، سمحوا لي ما عرفتش نعبر على الفكره مزيان. دونك الانسان تيكون واصل لواحد المستوى ديال الاكتفاء الذاتي. المسائل الضروريه ديال البلاد كلهم كاينين. عاد كنفكروا في التنظيم ديال كاس العالم، المظاهرات الدوليه، التظاهرات الدوليات كننظموهم حتى تيكون المواطن عنده كلشي متوفر. بحال الحوت مثلا، الازمه اللي كانت طرات في الحوت، حتى طرا داك ولد مراكش اللي نظر اليوم على الواقع. واش حنا عندنا جوج بحوره، ها المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط، وقيل عندنا شي 350 الف كيلومتر ديال البحر. عار ناخذوا السي والسردين ب 300 ريال، 15 درهم لو كيلو دو ساردين حشومه. علاش؟ انا دابا شفت في واحد لا فيديو ديال دراري عندهم اليوتيوب طلعوا الصحراء المغربيه وكيصيدوا الحوت. والله العظيم شفتو بعينيا. فن العيش واقيلا لقيت الى سميت القناه فن العيش على ما اظن. والمواج البحر كتلوح السرديل كيموت في الشاطئ. تخيلوا معايا الخير الثروات موجودين. حنا اش كنخليو الاسطول البحري ديال اوروبا وديال روسيا كيجيو كيغاماسيو لنا داك الحوت كامل. حتى البواخر ديالنا المغربيه كتصيد في اعالي البحار، كتمشي كتبيع الحوت في النوار وسط البحر، كتبيعوا للسفن ديال برا.
ما كيدخلش للمواطن، ولا دخل كيدخل بزباله الفلوس، وكناكلوا غير السردين وكابايلا وداك التخربيقات. المهم الحوت الرخيص ديال الدراوش، اما الحوت الابيض الحوت الحر راه ما كنبقاوش نتصوروا معاه من غير الناس اللي لاباس عليهم اللي كيمشيو لي سوبر مارشي الكبار اللي كيتقداو منه. دونك كاين بزاف ديال الحوايج خص اعاده النظر فيهم. الملك ديالنا الله ينصرو راه خدام، راه غادي مزيان، راه كيدير اكثر من جهده، ولكن ما كاينش اللي كيعاونوا الوزراء ولي كادر اللي معاه اللي دايرين به ما كيعاونوش. كيكون اكثريه ديال الوزراء. المهم بلا ما نقول لكم راه كلشي باين، كلشي شفاره، كلشي كيفكر في الشكاره ديالو يعمرها والكاقطاب ديالو يعمرها، هو اخ النوش في الحكومه ما شفنا حتى شي حاجه، ما كاين والو. وكما قال سيدنا المغرب غادي بسرعتين، كاين السرعه ديال موروكو ياك، هذاك الناس الفي اي بي كلاس راه كتشوفهم في بير قاسم، كتشوفهم في البلايص الهاي، وكتشوف المغرب ديال الدراوش والدواور والاقليم الحوز اللي ضربوا الزلزال باقي كاع ما خداو الناس الديور، الوغ كو في الديسكور رويال في الخطاب الملكي خرج ليهم تعويضات وعطى في الخطاب ديالو الله ينصرو بان خاص الناس اللي تضرروا يتعطاو ليهم الديور، ومن ديك الوقيته لدابا باقي ما خدا حتى شي واحد الدار. يعني كاين خطاب، كاين توجيهات ساميه من صاحب الجلاله، ولكن في التفعيل ديال داكشي على ارض الواقع كان ما كاينش، حيت الوزراء ما كيديروش خدمتهم، حيت اللي شاد شي منصب تيقلب على الربح ديالو. دونك انا كنهضر معكم وديما في هذه القاعده، سمحوا لي تنقرب من ليكرون باش نشوف واش فت الوقت ولا لا. المهم ما نطولش عليكم ونقول لكم والله الا سمحوا لي، والله ما كنت ناوي ندير هذا الفيديو يا اخي، شمتوش باقي هانتوما شعري باقي مشعكك. درت هذا الفيديو حيت موضوع الساعه كلشي تيهضر عليه، وحتى انا كمواطن انا كندلي بالراي ديالي، والله يهدي ما خلق. وحنا بغينا بلادنا تزيد للقدام، ما بغيناش هاد العراقيل يكونوا راه الناس اللي داروا مظاهره على الصحه والتعليم ومظاهره سلميه، كنكرر سلميه، ومن حقهم يعبروا، ما خصهمش يتقمعوا بهذه الطريقه هذه، ما خصهمش يتقمعوا، فهمتوني. حنت السلميه انا متفق مع الامن الوطني يقمعهم في حاله الا كانوا كيديروا الشغب وكيهرسوا الديور والزاج والطوموبيلات، وي مي طونك سي سلميه، مادام انها مظاهره سلميه وكتعبر على الواقع ديالهم وكيهضروا على المعاناه ديالهم. راه كاين اللي مات ليه مو، كاين اللي مات ليه مرتو، كاين اللي مات ليه مرتو هي كتولد، شفتهم انا بعيني في المستشفى الحسن الثاني. يعني قلت لكم حشومه يعطيو اسم المستشفى الحسن الثاني، حشومه يعطيو اسم الحسن الثاني الله يرحمه لهذاك المستشفى، من الافضل يبدلوا ذاك الاسم يسميوه شي سميه اخرى، فهمتيني. ما يسميوش ذاك الاسم، حرام يحطوا اسم صاحب الجلاله مغفور له الحسن الثاني على سبيطار ديال الموت. السيد شفتو في الصحافه الالكترونيه بلا ما نقول اسم الجريده، قال لهم جات مرتو باش تولد خرجت ميته، قال لهم دابا انا وانا غنربي هذا الولد بلا امو بلا والو. حشومه. شحال واحد المراه مسكينه كتبكي قالت لهم انا ما بقيتش نقدر ندوز قدام هذا السبيطار، جايبه ولدها صغير قلبوا عليهم، قال لها ماما ما تدخلينيش هذا السبيطار، قالت لي لا ولدي يدخل. شي حاجه بسيطه كانت في يده، خرج الوليد ميت. المهم هضره كثيره وسكات حسن، نقول تهلاو ليا في راسكم وتحياتي، وتفاعلوا معايا عافاكم، شجعوني باش نبقى مستمر معكم. تحياتي، السلام عليكم.